5 نصايح لنجاح عمليه السمنه. الالتزام بالتعليمات الغذائيه اللي بعد العمليه اللي انا هقولها لك لو سمحت تلتزم بيها كويس جدا. يعني ايه؟ يعني هنقول هنشرب سوائل في اول اسبوعين، يبقى لازم تسمع كلامي. وبعد كده هيبقى اكل بيوريه لمده 3 اسابيع. ده مهم جدا عشان تتعلم اللي انت تقيس حجم معدتك الجديد بقى شكله ايه. المرحله الاولانيه اللي هي الاسبوعين عشان لما تشرب سوائل ما يحصلش قيء، وعشان كمان ما نطمن ان مفيش تسريب. شرب الماء بانتظام ده حاجه مهمه جدا. اولا عشان تخلي الجهاز الهضمي بتاعك لين، يعني لما تيجي تبتدي مرحله الاكل تلاقي فيه ليونه في دخول الاكل، ما يبقاش عندك مشاكل وما يبقاش فيه صعوبه في الاكل. ده حاجه مهمه. تاني حاجه ان ما يحصلش جفاف، وبالتالي تلاقي نسبة نزولك في الوزن أحسن بكتير. ممارسة الرياضة جزء لا يتجزأ من الموضوع. يعني لازم تلعب رياضة، لازم تلعب رياضة. هتبدأ أول شهر مشي، وتاني شهر جري، وبعد كده تبتدي تخش الجيم، وبعدين بعد الشهر من أول الشهر الرابع لو سمحت هتبتدي تشيل حديد زي ما انت عايز. انما قبل كده مش هنشيل اي اوزان عشان ما يحصلش فتق مطرح العمليه. المتابعه جزء مهم جدا. مش مجرد ان انت هتيجي تزورني عشان نتفرج على بعض، لا، انت هتيجي هتعمل تحاليل وهتعمل اشاعات عشان نطمن عليك. يعني هشوف تحاليلك اللي بتتعمل كل 3 شهور، وهنعمل سونار كل 3 شهور عشان نطمن ان مفيش حصوات اتكونت في المراره ولا حاجه. اختيار الجراح المناسب شيء مهم جدا، عشان هو انت محتاج جراح بيكون بيشتغل جراحات سمنه لعدد كبير وعنده خبره لسنوات كتير. يعني مش مجرد ان هو بقاله سنه وسنتين بيشتغل يبقى هو ده جراح سمنه. احنا محتاجين الخبره، ده جزء مهم جدا. وده لان نجاح العمليه بيبدا من اختيار الجراح السليم.